حاسس بضيقة والدقيقة بتعدي كأنها ساعة قدام الكتاب، وكل شوية بتقول هبدأ وتروح قافل. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم دكتور عبد الوهاب. خليك معايا دقيقة واحدة هتلاقي 3/4 المشاكل بتاعتك اتحلت. المشكلة مش فيك ولا في قدراتك خالص، المشكلة في طريقة مخك وهي بتتعامل مع المذاكرة. صلى على النبي وتحط اللايك والسبسكرايب، لان الفيديو ده هيفرق كتير جدا لما انت تعمل كده. واكتب لنا في الكومنتات تحت ايه اكتر مشاكلك في ثانويه عامه، عشان ده اللي هيكون عليها الفيديو الجاي. اول حاجه، حضرتك مش لوحدك. بجد والله يا حبيبي الدكتور، كل طالب شاطر مر بالمرحله اللي انت بتمر بيها دي. شغفه بيختفي، المذاكره بتبقى عبء تقيل جدا، دماغك بتبدا تنكش على اي حاجه بتهرب بيها. وخلينا نتفق يا صديقي ان الملل زائد التكرار زائد التشتت يساوي قتل اي حافز. اكتر حاجه بكرهها في الدنيا كلام التنميه البشريه، فانا مش جاي اقول لك كلام تنميه بشريه، فانا بفهمك انت ازاي بتمر بكده وازاي ترجع الشغف بتاعك مره تانية. السبب الاول هو التكرار بدون اي تجديد. بص، هنعتبر ان مخك كده، تخيل كده انا مكرر نفس الحاجه كل يوم بنفس الكيفيه. مخك اسرع حاجه بتفصل في الدنيا، نفس الكتاب نفس القعده نفس الاسلوب. طب ما نغير الطريقه. انا في نص سنه ثانويه عامه بدات ان انا اذاكر بالطريقه اللي انا بدرس بيها لطلبتي. بدل ما انت قاعد بتذاكر وباصص للورقه كده في صمت، جرب يا اخي تقوم تلف في الشقه وانت ماسك الورقه وكانك بتشرح لنفسك. فده محفز كافي انك تبدا تخش وتندمج وتركز من اول تاني، فبيبدا يندمج معاك فيشتغل معاك بدل ما يقفلك. ما عندكش هدف واضح للمذاكره. عارف انت الجمله اللي بتتكرر في دماغك كل يوم؟ هو انا اصلا اللي بعمله ده ليه فايده؟ هو انا بذاكر ليه؟ هو انا هوصل اصلا؟ اول ما الاسئله دي بتظهر خلاص انت اتقتلت، الشغف انتهى. انت مش مطلوب منك والله انك، المطلوب دلوقتي حالا هو هدف بسيط جدا. انا عاوز اذاكر الفصل ده عشان اقفله. هدفك، اقول لك على حاجه، هدفك انك تخلص التاسكات بتاعت اليوم. افتح النوته بتاعتك، اكتب تاسكاتك كده في نوت الديسكربشن بتاعتك، اطلبها من التيم اكتبهم هنا. هدفي ان انا اعمل علامه صح على كل تاسك من دول، عشان يبقى لي وقت اقعد مع ابويا وامي، اسمع مسلسل، اخرج اتمشى شويه، اخرج العب كوره. فالهدف ان انا اقلل المتراكم عليا. انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس انا مكسوف وانا بقول لك كلمه مراكم. هو في حد مراكم وتيم دكتور هوبا موجود؟ يعني انت مثلا لما بتيجي تشترك معانا في الاحياء، عشان بس مش كل مواد، بيعمل لك الجداول، بيعرفك ازاي تذاكرها، بيعمل لك تقسيمه للحصص، بيتابعك ويجبرك. ومش بس كده، لو قصرت بيطردك. انت بطرد كتير قوي يا عزيزي والله، المهملين فقط. وبيدي جوائز حلوه قوي للناس المنتظمه. ومش بس كده، عارف لما بتمشي معاهم في الاحياء، النظام اللي انت اتعودت عليه ده بيفرق معاك كتير جدا في المواد التانيه، لان المواد العلميه طريقه مذاكرتها قريبه جدا من بعض. فاللي هتعمله هنا بتطبقه هنا. بالله عليك، احنا في الاحياء دي منصه احياء عام وازهر، وكذلك بيولوجي للغات، فتواصل مع التيم تحت. السبب الثالث، ضغط الوقت والتوتر. منهج كتير، وقت قليل، المخ بيخش في دايره مش هلحق، يبقى مش هذاكر، هتعب نفسي ليه؟ فتفتح الكتاب، الامتحان قرب، قلبك بيدق بسرعه، تعمل ايه بقى؟ تقفل الكتاب وتروح فاتح الموبايل عادي جدا. طيب الحل ايه ده؟ نقسم الوقت. بص انت كل يوم 6 الصبح احنا بنطلع لايف، من 5 ل 10000 طالب بيبقى معانا في اللايف ده وانت نايم. تخيل كده انا اجبرتهم يصحوا الصبح. شوف النظام بتاع اللايف عامل ازاي. بنذاكر ساعه وخمس دقائق راحه، بنذاكر ساعه وخمس دقائق راحه، من 6 ل 8 بننجز كميه انجاز جبار ورب الكعبه. تعالى لي بقى تاني، لما الوقت يكون صغير انت بتجبر دماغك انك تخلص في الكميه في الوقت ده. مش هذاكر في يوم كله، التوتر بيهدى، دماغك بتشتغل، بتقعد تركز اكتر. السبب الرابع، احنا في عصر الاشعارات يا صديقي. نوتيفيكيشن واحد من اللعين اللي جنبي ده اهو، جروب الدفعه بعت لك نوتيفيكيشن، فتيجي تضرب بطرف عينك قيس بيك، هتلاقي نفسك في ثانيه لقينا في نفسنا فاتحين فيسبوك، انستجرام، ستريكات، سناب شات، ونسيت الصفحه اللي انت كنت بتذاكرها. الحل واضح، اللعين ده بره الاوضه عارف انك بتذاكر عليه. يبقى الحل ايه؟ روح على تليفون ماما وباب، ذاكر من عليهم، نزل عليهم تطبيقاتك والويب سايتاتك. خليني اقول لك الحقيقه اللي انا اقولها لك دلوقتي، مش منطقي خالص انك تمسك الكتاب وتبرق له كده وتقول هو انا لازم اخلص كل ده. انت مش هتخلصه دلوقتي، انت عندك سنه كامله تقعد تخلص فيها. لو كل يوم صفحه الكتب ده تخلص. فواحده واحده، انت اصلا كده كده ماشي واحده واحده. ما تبصش لخط النهايه وانت لسه بتحط رجلك في البدايه. طبعا ده كتاب الفصل الاول والثاني، بس عندنا في بقى كتاب للتكاثر وكتاب للمناعه والبيولوجيا. الكتب دي مصادرها بكل بساطه 8 كتب مجمع لك العصاره بتاعتهم في الكتاب ده. يعني دول دعم حركه وهرمونات. الاسئله مزنقه، يعني الصفحه متروسه اسئله، ماشي؟ يعني تخيل ده كتابنا هتلاقيها متروسه، ما بيتعدش بالصفحه على قد ما انت بتبص للصفحه الواحده. ومش بس كده، بنعمل لك الخرائط الذهنيه برضو، بتجي لك باكج الكتب خرائط ذهنيه مجمع لك المنهج كله في صفحات معدوده بتفاصيلها بزيادتها بكل حاجه. ومش بس كده، بيجي لك برضو كراسه الكوزات غير الهدايا. من الهدايا دي النوته بتاعت تنظيم الوقت دي بقى، كل واحد فيكم بيجي له لون مختلف عن التاني. يعني دي مثلا انا بحب اللون ده جدا اللي هو الزيتي، في لون تاني اللي هو البني، في لون تالت اللي هو الازرق او البنفسجي، في بنفسجي برضو، فاهمني؟ نفس الكلام برضو احنا بنتكلم في الاحياء للعام والازهر، احنا برضو عندنا طلبه البيولوجي لغه، كتب ومنصه، الدنيا متاحه معانا.
هاحط لك لينك التيم في اول كومنت تحت، او توصل على الرقم ده تليجرام فقط. هتروح على الواتس هيقول لك خش ليه تليجرام. الواتس تبع العيادات، التليجرام تبع الكورسات. ولو انت مش في جروب التليجرام بعد اذنك خش الجروب اللي انا هحطه لك برده، جروب عام بقى لاي حد ممكن يخشه بس علمي علوم فقط. خشه، ده بقى اللي بيبقى فيه التحديات، الاسئله الصعبه، التفاعل. اهي دي بقى النوتيفيكيشنز اللي مش هتعطلك. فانت خش الجروب ده لان ده هيعليك مش هيعوضك، مجاني والله ما فيهوش حاجه. هحط لك اللينك بتاعه في اول كومنت ده. وفي الاخر يا صديقي، انت انسان، زهقك ده طبيعي، فقدانك للشغف طبيعي، بس مش الطبيعي انك تقعد على الارض حزين تعيط وتسند ظهرك للحيطه وتحط ألمك، لان في الطريق حلم لا تنساه، وكل ما تنسى دكتور هوبا هيجي يفكرك. عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا انت نسيتها، انك تضغط اللايك. ده بيفرق معايا، بيفرق معايا. والكومنت اللي انت بتحطه تحت انا هرد لك عليه بنفسي في فويس. اليوتيوب دلوقتي بقى بيعمل ريبلاي بفويس، وهرد برضه عليك على الفيسبوك. يعني الكومنتات دي بالذات انا اللي بحب ارد عليها بنفسي. وبالنسبه للشير، خد الفيديو ده زي ما انت استفدت، غير فعاليتك، اعمله شير عندك على الفيسبوك، او خد اللينك بتاعه من على اليوتيوب وابعته لواحد صاحبك وقول له دكتور هوبا بيحبك. كان هذا كل شيء، واخيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. and as always be healthy and be safe. السلام عليكم.